شوفوا برضو الفيديو ده. في سؤال بيقول بالنسبة للأطفال في الصيام بعدد الساعات اللي تتناسب مع عمرهم، بيبقوا عطشانين بعد ساعة أو اتنين، بيقولوا لا عشان ما يتناولوش بجسد المسيح يا وده. حبايبي أرجوكم، جسد ربنا ودمه. جسد ربنا ودمه؟ انت بتقولها بتلقائيه كأنه جسد ربنا ودمه. ايه ده؟ يعني ايه الصراحه دي؟ انا عارف طبعا دايما هم متعودين على الالفاظ دي، خلي بالك، بس يعني انت بتقولها اللي هو جسد ربنا ودمه، يعني ايه يا فندم؟ لازم ولادنا يحبوه. لازم يحبوه، جسد ربنا ودمه، لازم ولادنا يحبوه. بس لازم يعني في شوية أصول. المية لو واحد عطشان ولا حاجة غير لما واحد بياخد فطار قبل ما يتناول. ما ينفعش تاخد فطار قبل ما اقسم بالله اللي اسلموا بيروحوا بطنهم قد كده، هتبوظوا الدايت، بيفطروا الصبح ويروحوا. غير لما واحد بياخد مصاصة قبل ما يتنام طبعا. لكن ياخد مصاصه؟ ينفع تاخد مصاصه قبل التناول؟ لا طبعا ما ينفعش تاخد مصاصه، غلط على الصحه، غلط. قبل التناول، لكن بعد التناول لا عادي تاكلها عادي، حلوه.